يا من تبحثون عن السعادة، عن الاستقرار، عن الطمأنينة، عن النقاء، عن الصفاء، عن المعاني الإنسانية، لا تبتعدوا كثيرا، ستجدوا ضالتكم بين أيديكم في القرآن الكريم في تعاليم الدين. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالسعادة الحقيقية تحب الصحة، عليك بالصيام، وتحب نور الوجه، عليك بقيام الليل، تحب الاسترخاء، عليك بترتيل القرآن، تحب السعادة، صل الصلاة في أوقاتها، تحب الفرج، عليك بالاستغفار، تحب زوال الهم، إلزم الدعاء، تحب زوال الشدة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، تحب البركة، صل على النبي. كل التأخيرات في حياتك هي لحكمة بالغة يعلمها الله وحده، لذا سلم أمرك له وثق به، ولا تيأس ولا تأسف على ما مضى وفات، وتيقن أن الله سيعوضك خيرا حتى تطيب نفسك. قال لقمان لولده: يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. اجعل خطواتك في الحياة كمن يمشي على الرمل، لا يسمع صوته ولكن أثره واضح. مهما اختفى من حياتك أمور ظننت أنها سبب سعادتك، تأكد أن الله صرفها عنك قبل أن تكون سببا في تعاستك. علمتني الحياة أن الإنسان ليس بما يقوله لسانه من عذب الكلام وجميل المعاني، لكن قيمة الإنسان تكمن بما يحمله في قلبه من صفاء ونقاء وحب.